أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، لسه مستمرين مع حضراتكم في يوم جديد، وفقرتنا دلوقتي عن الصحافة الإلكترونية أو آخر الأخبار اللي هنستعرضها مع ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الفتاح يوسف الصحفي الإلكتروني. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيبة. النهارده معانا قراءة سريعة لبعض الأخبار هنستعرضها مع بعض. يعني في خبر في جريدة الشرق الأوسط، المشير والرئيس، عنوان مقال هام في جريدة الشرق الأوسط عن العلاقة الغريبة والغامضة التي ربطت المشير بالرئيس كعامر، عبد الناصر مبارك وأبو غزالة، وأخيرا مرسي وطنطاوي. تعليق حضرتك على هذا الخبر؟ يعني هي العلاقة غامضة شوية، لأن كان في فترة من الصلح الجميل الواضح، وبعد كده في إقالة ونقل للمنصب نفسه يعني. لكن احنا ممكن نقول ان مفيش غموض قوي قد ما في غموض ما بين مبارك وطنطاوي. ملحقش يبقى في فترة غموض بين سيد رئيس مرسي والمشير طنطاوي. بالظبط كده. طيب، ولكن كان حضرتك بتقول انه في علاقة غامضة بين المشير ومبارك. اكيد طبعا. ما هو الفارق؟ يعني الفارق ان هو شغال بقاله سنين طويلة معاه، ووقت الثورة هو اول من طالبه بالتنحي، وبعد كده ولكن كان هناك إرادة شعب، يعني لا يستطيع لا هو ولا أحد أن يقف أمام هذه الإرادة. هو بالظبط كده، بس هي الفكرة انه بعد كده يعني الوضع كان شبه معكوس. يعني بعد الثورة كان المشير الخطوات بتاعته مع الثورة كانت بطيئة شوية، بعكس السرعة في طلب التنحي من مبارك الرئيس السابق. ولكن المشير كان بصفته قائد المجلس أو رئيس المجلس العسكري ووزير الدفاع، القائد الأعلى للقوات المسلحة، سلم السيد الرئيس الحكم. بعد كده السيد الرئيس الدكتور مرسي جعله وزير للدفاع مرة أخرى في وزارته، وبعد أيام يعني أحاله للتقاعد وأعطاه قلادة النيل. بما تفسر يعني كل هذه عايزه اقول المظاهر او كل هذه الانشطه المختلفه اللي قام بها السيد الرئيس دكتور محمد مرسي تحديدا مع المشير؟ يعني هو تحديدا الاجراء اللي هو قام بيه دوت، احنا لازم الاول نقول نقطه صغيره قوي، ان هو خلاه مستشار. يعني مش اقاله وخلاص، لا هو خلاه مستشار وعينه طبعا بالزبط. مستشار هو بالظبط، للخبره الواسعه طبعا اللي موجوده عند سياده المشير. بس احنا العلاقه مش غامضه للدرجه اللي احنا نبدا نقول ان في علاقه غامضه بين الاثنين. ده هو الموضوع كله ايام، دول 45 يوم. يعني هو اتهيألي الرئيس كده بقى له 45 يوم معانا، فلسه ما فيش علاقه تبقى غامضه. ننتقل لخبر اخر، تعيين مدير عام لبي بي سي رئيسا لنيويورك تايمز في سابقة إعلامية تاريخية تجاوزت الأعراف والتقاليد الإعلامية، خاصة فيما يتعلق بجبهتين إعلاميتين متعارضتين ومن بلدين أيضا مختلفين. تمام. هي احنا بس عايزين نقول ان الأعراف والتقاليد الإعلامية عندنا، لأن هم من كترهم هم محترفين عمليا، فيعني النقلة ديت ممكن نعتبرها نقلة من منافس لآخر لموظف عنده خبرة واسعة. يعني في أي مكان في العالم دايما المنافسين بيتخاطفوا الناس اللي عندهم خبرات، فأنا شايف إن هو شيء طبيعي طبعا، بس هو عندنا مش طبيعي. ولكن في تنافس بين البلدين، يعني البلدين متنافسين إلى حد كبير، هو ده اللي جعل إلى حد كبير هذا الخبر مختلفا. تمام. ربما تمام. هي الدول المتقدمة بس عندهم مؤسسات أقوى من انتمائهم للدول نفسها، عشان كده احنا بنستغرب شوية. خبر آخر، أحمد ماهر المتحدث باسم جماعة 6 إبريل المنشقة على نفسها بالإسكندرية: لم نشرب شاي بالياسمين مع الإخوان وحساب مرسي سيكون عسيرا. يعني بعض التصريحات اللي بتخرج من حين لآخر من حركة 6 إبريل والبيانات اللي بيصدروها. تعليق حضرتك على هذا التصريح تحديدا، خصوصا من أحمد ماهر وهو المتحدث باسم 6 إبريل؟ هو التصريح شكله ناري شوية، إن سيكون الحساب عسيرا، بس هو كان يقصد على اللي التزم به الرئيس نفسه من ناحية الالتزامات في ال100 يوم أو خلافه. يعني شايف إنه في تجاوز إلى حد ما في لغة الخطاب أو حتى في لغة التصريح بالنسبة إن هو بيقول إن هو يعني هيبقى الحساب عسير؟ لا، هو مش تجاوز، هو ممكن يكون المانشيت نفسه شكله قوي، لكن اللي احنا عارفينه عن 6 إبريل إنها جماعة وطنية
وان في ناس غالبيه الشعب يعني بتحب 6 ابريل. واللي انا شايفه ان هم طبعا مش منشقين، هم منقسمين زي شعب مصر يعني احنا هنا بنقول عليهم جماعه منشقه عن 6 ابريل. لانه خصوصا قيل في فتره الانتخابات الرئاسيه الاخيره انه كان في صفقه بين حركه 6 ابريل وحتى بين جماعه الاخوان المسلمين، خصوصا ان حركه 6 ابريل كانت مؤيده للجماعه ولتيار الاسلام السياسي على طول الخط يعني منذ سنوات. تمام. هو بس هي القصه كلها بموضوع الشاي بالياسمين بتاع احمد ماهر في 6 ابريل، ان في ناس بتاخد الياسمين نفسه حقن دلوقتي، فمش شاي بالياسمين بس هو بقى المشكله. فاحنا لازم نفرق بين 6 ابريل والشاي بالياسمين وحقن الياسمين اللي كان بيتاخد طول السنين اللي فاتت. يعني ايه الفرق؟ الفرق كبير جدا. ان 6 ابريل جماعه صغيره مش كبيره، فايا كان رايهم فهو راي الجماعه صغيره مش كبيره، محبوبه شويه. حقن الياسمين، تعليق حضرتك على حقن الياسمين اللي هي الاوامر المباشره. يعني هو مش بيأثر على فريق معين او فصيل معين، لا هو على طول بيقول له الامر اعمل كذا فهو بيعمله. فده اللي حصل الفترة اللي فاتت. لكن احنا دلوقتي بنقول بس الشاي بالياسمين، واعتقد ان الرئاسة عندنا دلوقتي ما بقاش فيها شاي خالص. لا اكيد فيها شاي. بيتهيأليش. اكيد فيها شاي. في خبر اخر، نقابة المهن التمثيلية تدعو الشعب المصري للتكاتف وتناشد الازهر التصدي للفتاوى الفردية. مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية أصدر بيانا دعا فيه الشعب المصري بكل طوائفه ومؤسساته للوقوف معا للتصدي إلى الفتن التي تحرض المواطنين على العنف والقتال. وطلب أيضا البيان الأزهر الشريف بمحاسبة كل شخص يخرج بفتوى فردية تضر بصالح المجتمع. الحقيقة في خطورة من كل فترة وأخرى بنستمع أو بيتردد بعض الفتاوى الصادرة عن بعض الأشخاص دعوات فردية. خطورة مثل هذه الدعاوى على الشارع المصري نفسه. احنا نكون أكتر وضوح. هو طبعا مقصود الدعوة بتاعت إباحة 24 أو إهدار دم الناس اللي تنزل يوم 24 مع اتفاقي مع الدعوة شوية. لكن احنا هنقول ان من اي حد في مصر من حقه ان هو يتظاهر. مع اتفاقك مع الدعوة اللي هي بتطالب ب لا انا مع الدعوة لإهدار دمهم، لكن حقهم ان هم ينزلوا يتظاهروا. لا بس من حق اي حد. يعني ايه مع الدعوه لاهدار يعني انا هقول لحضرتك لا ده راي عنيف الى حد كبير. يعني حضرتك بتبيح اهدار دم مواطن مصري عايش على ارض هذا البلد، مواطن مصري مسلم مسيحي. ليس من حق اي فرد ان هو يصدر مثل هذه الفتاوى. يعني احنا مش في عهد، يعني حتى لو كنا في ايام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ما كانش في ابدا العنف ونبذ كان في نبذ العنف وكان في نبذ للقتال، ما كانش في ابدا دعوات لكده. لان احنا ده مش جهاد في سبيل الله او مش يعني في مشكله او في بين حرب بين مسلمين وبين كفار. تمام. يعني احنا بنعود لعصر الجاهليه. انا ما وصلتش بتعليق حضرتك لما بتقولي انا اذا كنت الى حد ما انا متفق مع اهدار دم المصريين يتعاقبوا. كيف حضرتك مصري يعني تقبل حتى لو لحد بسيط اقبال انا هقول لحضرتك انا قصدي هذا الراي. انا ما وصلتش الصوره مظبوطه. فالفكره كلها ان الناس اللي نازله يوم 24 نازله قصاد رئيس منتخب تم انتخابه من الناس كلها، مش مغتصب سلطه. مظبوط. فما ينفعش انزل، فده خروج على الحاكم. هو دي اصل الفتوى. انا مش مع الفتوى، ولكن يعني التظاهر بشكل سلمي سلمي بشكل سلمي، لكن هو في دعوات لعدم السلميه. ولكن احنا ما شفناش. يعني كنا بقى نتهم بتوع التحرير زمان انه لا ده خروج عن الحاكم ما فيش اي مفارقه بين ده وبين ده. في التحرير عموما ما كانش في حد بيدعو لعدم السلميه، لكن دلوقتي احنا عندنا على الانترنت كل الدعوات لعدم السلميه. دلوقتي في ناس قاعده في منطقه الحسين كانوا حاطين اسلحه وبيقولوا عشان يوم 24، فيبقى انا اهدر دمهم ولا لا؟ ما هو هينزلوا يخربوا بلد تاني. مظبوط. بس لو ناس معاها اسلحه يبقى في فراغ امني. المفروض انه في عندنا دلوقتي حكومه برئيس وزاره بوزير داخليه، وزير الداخليه باجهزته بتعمل على يعني عايزه اقول لم شمل هؤلاء او عدم حدوث اي نوع من انواع العنف المستقبلي. تمام. احنا قلنا ان الخطوات موجوده لحفظ الامن ستيب باي ستيب، خطوه خطوه، وهنستنى 100 يوم و200 يوم كمان و300 يوم، لكن مش هنحاسب حد لسه جاي جديد على اخطاء ناس تانية. لسه عندنا دلوقتي كل المشاكل اللي موجوده مترتبه على الفتره اللي فاتت.
يعني طبعا احنا لا نستطيع ان نقول لحد لا ما تنزلش، ولكن حد بيتظاهر بشكل سلمي بالزبط. ولا يعرقل عمل ولا يرتكب اي شيء مع أي حد الاحداث ده، بس عشان ننهي هذا الخبر. اي حد هيتظاهر سلميا انا معاه قلبا وقالبا. خبر آخر، خبر فني ثقافي. اعترفت الممثلة الإسبانية الشهيرة بيلوبي كروز بأنها تعاني من التوهم المرضي. كروز أيضا قالت في تصريحات لمجلة تي في شبيل فيلم الألمانية إن هذه الحالة تشترك فيها مع المخرج الأمريكي وودي ألان الذي تساوره أيضا مخاوف مستمرة من الأمراض. وهنا سؤال، يعني هل يعترف نجومنا بالمرض اللي بيعانوا منه سواء بالنرجسية الشديدة ورفضهم أن يمثلوا مع بعض، وكل واحد عايز ينفرد بمسلسل ويكون بطل فيه ونجم في هذا المسلسل، وحاولوا مجموعة من الممثلين كما يطلق عليهم السنيدة؟ تعليق حضرتك على هذا الخبر؟ والله هي بس الفترة اللي فاتت طبعا عشان رمضان المسلسلات كانت كتيرة جدا، وكلهم ما شاء الله كلهم نجوم كبار يعني في المسلسلات. فكنا نفسنا نشوف كل الناس دول في مسلسل او 3 4 منهم مثلا في مسلسل واحد، كان يبقى مسلسل قوي جدا زي ايام زمان كده يعني. لكن هو موضوع الانتاج هم مش بمزاجهم طبعا، وانا مش معاهم ان هم في نرجسيه عند كل الفنانين عندنا، لان في فنانين محترمين جدا عندنا في البلد، والقصه بتاعتهم كلهم في الشغل ان الانتاج بيبقى موضوع صعب على الانتاج انه يجيب 3 نجوم او 4 نجوم مع بعض ويقدر يرفع من تكلفه الانتاج بتاعته. في جريدة نيويورك الأمريكية مقال عن تمسك الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنائب بايدن للترشح في الانتخابات القادمة برغم من الانتقادات الكثيرة التي وجهت له. النائب بايدن طبعا قعد معاه فترة كويسة، هو شاف شغله، هو شايف ان هو أأمن من يجيب حد تاني ويجرب معاه، فبالتالي أنا شايف ان ده قرار كويس منه طبعا، مع العلم ان ممكن يكون عمل حاجات في الشرق الأوسط مش عجبانا، لكن الفترة اللي فاتت كانت مستقرة نسبيا مع أمريكا والولايات المتحدة مع الشعب العربي تقريبا. طيب ليه مثلا ما يجيبش واحد نائب آخر لأوباما يعني، ويدي فرصة للشعب إنه يقرر زي ما احنا كده دلوقتي بنقرر، وإعطائه مزيد من الوقت زي ما احنا المفروض بنطالب كل الشعب المصري لإعطاء الدكتور محمد مرسي مزيد من الوقت وحكومته الجديدة لإفراز النتائج النهائية اللي هتسفر عنها يعني الأنشطة المختلفة اللي بيقوم بيها رئيس الوزراء والسيد الرئيس لخدمة هذا البلد. ليه في مفارقة؟ ليه يعتبر أوباما في هذه الحالة ديكتاتور إلى حد كبير؟ لا خالص، ده هو الراجل بيقول يا جماعة أنا والنايب بتاعي مع بعض، انتخبونا مع بعض او ما لكمش مزاج انتخبوا الناس التانيين. فيعني هو كده ما حطهمش في مفترق طرق وقال لهم لا خلاص هو دوت، يعني هو ساب لهم الفرصه ان هم ينتخبوه او لا، وده الفريق الرئاسي بتاعه، فهو اكيد كده ما اجبرهمش. خبر اخر في الجارديان البريطانيه، تصريح هام في مهرجان ادنبرا الدولي للكتاب على لسان مايكل بايلن الكاتب والممثل والكوميديان ومقدم البرامج البريطاني الشهير، يقول الكوميديانات قدموا للعالم الكثير الذي فاقم قدموه كتاب الرواية. هل تتفق مع هذا الكلام؟ هل تعتقد مثلا أنه عادل إمام قدم لمصر أكثر مما قدمه نجيب محفوظ؟ هو أنا أكيد مش هنسى السكرية أو بين القصرين، وبرضك مش هنسى حتى لا يطير الدخان وشاهد ما شافش حاجة، بس المقارنة لا تجوز بين نوعين مختلفين من الفن. يعني أنا شايف إن المقارنة ما تنفعش ما بين نجيب محفوظ والفنان عادل إمام، صعبة قوي يعني، حتى هنظلم فيهم لأن ده فن أدائي وتمثيل والتاني فن كتابة، يعني الموضوع مختلف تماما. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ عبد الفتاح يوسف الصحفي الإلكتروني، كل سنة وحضرتك طيب. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام ابقوا معنا في يوم جديد.